كوبا امريكا بتتلعب في امريكا. كوبا امريكا طبعا الماتشات مش منقولة على بين سبورت ولا اي قنوات نعرفها في الوطن العربي، على قنوات امريكية، فوكس سبورت وتليموندو الاسبانية اللي هي المكسيكية وكده، ولازم ابليكيشن وكده. ومشكلة الماتشات دي انها الساعة 1 الصبح واربعة الصبح، يعني التوقيتات كمان بتفيصنا خالص. المهم لغاية دلوقتي الارجنتين لعبت ماتشين وفازت فيهم، والدنيا ماشية معاهم حلاوة. مش اقوياء قوي بس بيمشوا الماتشات على قد رتم ايه المنافسين. اوروجواي قوية جدا المرة دي، لسه امبارح غالبة بوليفيا 5. و فنزويلا برضو غالبة الماتشين وعندها 6 نقط. المفاجأة ان امريكا لعبت ماتشين، اتغلبت واحد، غلبت واحد واتغلبت من بنما واحد، يعني ليها 3 نقط من 6 نقط، وهي الدولة المضيفة. واحنا عارفين ان امريكا ملهاش في الكورة بس عندهم قوة وسرعة وكده. البرازيل بقى لعبت اول ماتش، ويا عيني اتظلمت جامد قوي من الحكم. يعني اولا جابت جون شرعي الفار لغاه، وكان ليهم ضربتين جزاء ما اتحسبوش، فتعادلوا اول ماتش. ويعني كانوا ماسكين الماتش كله دب 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 دب. فهنشوف النهارده البرازيل هتعمل ايه مع باراجواي. لازم البرازيل تفوز عشان هم تعادلوا في اول ماتش. البطولة هتبتدي تسخن وتولع من الدور الثاني. للاسف مفيش كتير بيتابعها في مصر عشان توقيت الماتشات، والماتشات لازم على ابلكيشن وقنوات معينة وكده يعني. بس ان شاء الله في الادوار اللي بعد كده هنشوف ماتشات اقوى. ارجح طبعا البرازيل والارجنتين وممكن اوروجواي في السيمي فاينل مع فنزويلا او كده. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة، كل سنة وانتم طيبين.